السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على القناة ديالكم رياضة واخبار. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال الاخبار الكرة المغربية والمنتخب الوطني، ودعمكم كيعطينا طاقة كبيرة باش نوصلوا ونقدموا لكم المحتوى يوميا. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي خلق ضجة كبيرة في الايام الاخيرة، وهو اختيار الموهبة ايوب بوعدي تمثيل المنتخب المغربي، واللي رجع بقوة لواجهة النقاش بعدما خرجت تصريحات منسوبه لوالده كتكشف تفاصيل وخلفيات هذا القرار اللي شغل الجماهير المغربيه والفرنسيه في الفتره الاخيره. ايوب بوعدي اللاعب الشاب ديال النادي ليل الفرنسي كان من بين ابرز المواهب اللي فرنسا كانت معوله عليهم بزاف في المستقبل، خصوصا وانه لعب مع جميع الفئات السنيه ديال المنتخب الفرنسي، وحتى حمل شارة القياده مع منتخب فرنسا لاقل من 21 سنه، وهذا الشيء كيبين القيمه الكبيره ديال اللاعب والامكانيات اللي كيتوفر عليها. ولكن المفاجاه الكبيره هي اللاعب صار يمثل المغرب وبعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رسميا على تغيير الجنسية الرياضية ديالو، وبالتالي ولا مؤهل باش يحمل قميص المنتخب الوطني المغربي في المنافسات المقبلة. الجمهور المغربي فرح بزاف بهذا الخبر، خصوصا انه ايوب بوعدي كيتعتبر من افضل المواهب الصاعدة في فرنسا حاليا، وكثير من المتتبعين كيشوفوا فيه مشروع نجم كبير في السنوات المقبلة سواء مع نادي ليل او مع المنتخب المغربي. لكن الجديد في هذا الملف هو التصريحات اللي تنسبت لوالد اللاعب واللي قال فيها بان قرار اختيار المغرب ماشي قرار جديد ولا جا في اخر لحظه، بالعكس حسب هذه المعطيات القرار كان محسوم منذ مده طويله، غير ان العائله فضلت تاجيل الاعلان الرسمي باش تحمي اللاعب من الضغط الاعلامي الفرنسي. وهذه النقطه مهمه بزاف حيت ايوب بوعدي مازال صغير في السن وعنده غير 18 عام، يعني اي ضغط اعلامي كبير يقدر ياثر عليه نفسيا وكرويا، خصوصا وسط الصراع الاعلامي اللي كيوقع كل مره بين المغرب وفرنسا في ملفات لاعبين مزدوجي الجنسيه. وحسب نفس المعطيات فاللاعب سبق ليه دار اجتماع مع الناخب الوطني ودركراكي وعبر له بشكل واضح على الرغبه ديالو في اللعب للمنتخب المغربي، يعني الامور كانت واضحه من البدايه، غير ان العائله طلبت يكون الاعلان في التوقيت المناسب. كذلك كاين حديث على لقاء اجمع عائله اللاعب مع رئيس الجامعه الملكي المغربيه لكره القدم فوزي القجع، واللي يطرقوا فيه لطريقه اللي غادي يتم بها تدبير الملف اعلاميا، خاصه مع التخوف من ردود الفعل ديال الصحافه الفرنسيه. وهذا الشيء كيورينا باللي العائله كانت واعيه بزاف بحساسيه الموضوع، حيت فرنسا كتعتبر اي لاعب موهوب تربى في كرتهم الكرويه جزء من المشروع الرياضي ديالهم، وبالتالي من الطبيعي يكون اهتمام اعلامي وضغط كبير من اللي لاعب بحال ايوب بوعدي يختار المغرب. والد اللاعب حسب نفس التصريحات رجع حتى لتجربه حكيم زياش وقال باللي العائله تعلمت من اللي وقع ليه في هولندا وكيفاش الضغط الاعلامي والنقاش الكبير اللي دار وقت اختياره للمغرب خلاهم يفكروا مزيان طريقه الاعلان على قرار ايوب بوعدي. بمعنى اخر العائله ما كانش عندها تردد في اختيار المغرب، ولكن كانت باغيه تحمي اللاعب من اي تشويش او حمله اعلاميه قدرت تاثر عليه، خاصة أنه مازال في بداية المسيرة ديالو وخصو يركز على التطور ديالو داخل الملعب. هذه القضية كتبين كذلك بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولات كتخدم بطريقة احترافية كبيرة في ملفات اللاعبين مزدوجي الجنسية، حيث ما بقاش الهدف غير إقناع اللاعب باش يختار المغرب، ولكن حتى توفير الظروف النفسية والإعلامية المناسبة ليه باش يحس بالراحة والاستقرار. وفعلا في السنوات الأخيرة شفنا بزاف ديال المواهب اللي اختارت المغرب سواء من فرنسا أو بلجيكا أو هولندا أو دول أوروبية أخرى، وهذا الشيء راجع للمشروع الرياضي اللي ولا عند المنتخب المغربي، خاصة بعد الانجاز التاريخي في كاس العالم قطر 2022. المنتخب المغربي اليوم ولا عنده صوره قويه عالميا، ولا حلم لاي لاعب مغربي يحمل القميص الوطني، خصوصا مع الاجواء الرائعه داخل المجموعه والعمل اللي كيدار على جميع المستويات. وايوب بوعدي يعتبر اضافه قويه بزاف لخط وسط المنتخب المغربي، حيث اللاعب عنده امكانيات تقنيه كبيره، عنده شخصيه قويه فوق ارضيه الميدان رغم صغر السن ديالو، بالاضافه للقدره ديالو على التحكم في الكره وصناعه اللعب والهدوء تحت الضغط. عدد كبير من المحللين فرنسا كانوا متوقعين ان اللاعب يكمل مع المنتخب الفرنسي، خصوصا بعد الثقه اللي عطاوه ليها الفئات السنيه، ولكن في الاخير القلب اختار المغرب، وهذا الشيء فرح الجماهير المغربيه بزاف. طبعا دابا كيبقى السؤال مطروح، هو واش غادي نشوفوا ايوب بوعدي حاضر مع المنتخب المغربي في التجمعات القادمه؟ بزاف ديال الجماهير كيتمنوا يشوفوه قريب بقميص الاسود، خاصه هو ان المنتخب مقبل على استحقاقات مهمه بزاف. ومن جهه اخرى هذا الملف كيبين بان المنافسه على المواهب المزدوجه الجنسيه غادي تبقى مستمره، لان المغرب اليوم عنده جيل رائع من اللاعبين الشباب اللي كيلعبوا في كبرى الانديه الاوروبيه، وهذا الشيء اللي كيخلي المنتخب المغربي عنده مستقبل واعد بزاف. في نفس الوقت خاصو نعطيو للاعب الوقت الكافي باش يتاقلم مع الاجواء، لان الضغط الجماهيري والاعلامي كيكون كبير، خصوصا ملي كيكون اللاعب جاي من اوروبا وعليه اهتمام كبير. لكن الاكيد هو ان انضمام ايوب بوعدي للمغرب كيتعتبر مكسب مهم جدا للكره المغربيه ورساله جديده بان المشروع الرياضي المغربي ولا قوي وجذاب للمواهب الصاعده. ونبقى معكم في جديد اخبار المنتخب الوطني المغربي وجديد اللائحه، حيث اعلن الناخب الوطني محمد وهبي
بمدرب المنتخب المغربي على اللائحه الرسميه ديال اللاعبين اللي غادي يدخلوا لمعسكر اعدادي مهم قبل الحسم النهائي في اللائحه اللي غادي تشارك في كاس العالم المقبله، وهي اللائحه التي خلقت نقاش كبير بين الجماهير المغربيه بسبب بعض الاسماء الجديده اللي تم استدعاؤها، وايضا بسبب غياب مجموعه من النجوم المعروفين داخل المنتخب الوطني. اللائحه الجديده ضمت 28 لاعب وشهدت حضور اسماء محترفه في اوروبا اخرى من البطوله الوطنيه، وهو الشيء اللي كيتبين بان الطاقم التقني باغي يجرب اكبر عدد ممكن من العناصر قبل تحديد الاختيارات النهائيه. من بين ابرز الاسماء اللي شدت الانتباه كاين سفيان بوفال لاعب الوهاب الفرنسي واللي رجع مره اخرى للمنتخب بعد فتره غياب، بالاضافه للمهاجم سفيان بن جديده لاعب المغرب الفاسي اللي كيقدم مستويات محترمه في البطوله الوطنيه ونجح يفرض اسمه ضمن اللائحه الحاليه. كذلك عرفت اللائحه حضور عمران لوزا، عثمان معمى ثنائي اللي كيلعب مع واتفورد الانجليزي واللي عندهم تجربه محترمه في الدوريات الاوروبيه، اضافه الى اللاعب يانيس بكراوي اللي كيمارس في الدوري البرتغالي مع نادي استوريال، وهو لاعب شاب بزاف وكيتعتبر من المواهب اللي متابعها الطاقم التقني المغربي منذ مده. من الاسماء اللي اثارت الاهتمام ديال المتابعين ايضا كاين ايوب بوعدي اللاعب الشاب اللي اختار مؤخرا تمثيل المنتخب المغربي بعدما كان كيلعب مع الفئات السنيه ديال المنتخب الفرنسي، وهذا الاستدعاء كيأكد بان الجامعه والطاقم التقني باغيين يندمجوا اللاعب تدريجيا مع المجموعه الوطنيه. اللائحه كذلك شهدت حضور اسماء معروفه بحال اسماعيل الصباري، اسامه تيرغالين، محمد الشيبي، يوسف العمري وايوب الكعبي اللي كيعتبر من ابرز المهاجمين المغاربه حاليا سواء مع المنتخب او مع فريقه. لكن في الجهه المقابله اكثر حاجه خلات الجماهير تهضر بزاف هي غياب مجموعه من الركائز الاساسيه ديال المنتخب المغربي الاول، وعلى راسهم الحارس ياسين بونو نجم الهلال السعودي واللي كيبقى واحد من اهم اللاعبين في المنتخب خلال السنوات الاخيره. كذلك غاب اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي واللي كيتعتبر من افضل الاظهره في العالم حاليا، بالاضافه الى ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد وعز الدين الأناحي اللي كيلعب مع جيرونا الاسباني. هذا الغياب خلات بزاف ديال الجماهير تساءل واش الامر متعلق باراحه اللاعبين بعد موسم طويل وشاق، او ان الناخب الوطني باغي يعطي الفرصه لعناصر جديده باش يكتشف الامكانيات ديالهم قبل كاس العالم. عدد من المتابعين كيشوفوا بان المرحله الحاليه ضروريه بزاف من اجل توسيع قاعده الاختيارات، خاصه ان المنتخب المغربي داخل على استحقاقات قويه وخاص يكون عنده اكبر عدد ممكن من اللاعبين جاهزين لاي طريق، وكيبان ان محمد وهبي باغي يجرب مجموعه من الحلول التكتيكيه الجديده خصوصا في الوسط والهجوم من خلال استدعاء لاعبين شباب عندهم مؤهلات تقنيه وبدنيه مهمه. المنتخب المغربي غادي يخوض خلال المعسكر 3 المباريات الوديه مهمه. المباراه الاولى غادي تكون ضد منتخب بوروندي يوم الثلاثاء المقبل بمركب محمد السادس لكره القدم، والمباراه غادي تلعب بدون جمهور. من بعد المنتخب المغربي غادي يواجه منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو ثم منتخب النرويج يوم 7 يونيو، وهي مباريات غادي تكون فرصه كبيره للطاقم التقني باش يشوف الجاهزيه ديال اللاعبين ويحدد شكون قادر يقدم الاضافه قبل الحسم في اللائحه النهائيه الخاصه بكاس العالم. المباريات الوديه دائما كتكون عندها اهميه كبيره بزاف، خصوصا ملي كيكون المدرب باغي يختبر الانسجام بين اللاعبين ويشوف شكون يقدر يتاقلم بسرعه مع طريقه اللعب ديال المنتخب الوطني. من المتوقع ان بعض اللاعبين الشباب ياخذوا فرصتهم كامله في هذه المباريات، خصوصا العناصر اللي مازال الجمهور المغربي ما تعرفش عليهم بزاف بحال يانيس بكراوي او عثمان معمى او حتى بعض الاسماء القادمه من البطوله الوطنيه. الاهتمام الكبير بهذه اللائحه راجع كذلك لان الجماهير المغربيه ولات عندها طموحات كبيره بزاف بعد الانجاز التاريخي في السنوات الاخيره، وبالتالي اي معسكر او اي لائحه ديال المنتخب ولات كتخضع لمتابعه دقيقه من طرف الجماهير والاعلام. كاين اللي يعتبر ان غياب النجوم الكبار فرصه ممتازه للاعبين الجدد باش يبرزوا القدرات ديالهم بدون ضغط كبير، وكاين اللي شاف ان المنتخب خاصه دائما يحافظ على الهيكل الاساسي باش الانسجام يبقى حاضر. لكن في النهايه الهدف الاكبر بالنسبه للطاقم التقني هو تكوين مجموعه قويه ومتوازنه تكون قادره تنافس اكبر المحافل الدوليه، خصوصا ان المنتخب المغربي ولا اليوم من المنتخبات اللي عندها احترام كبير في افريقيا والعالم. اللاعبين المستدعيين حاليا عندهم فرصه ذهبيه باش يقنعوا المدرب والجماهير، لان اي تالق في هذه المباريات الوديه يقدر يفتح الباب امامهم باش يكونوا ضمن اللائحه النهائيه اللي غادي تمثل المغرب مستقبلا. الجماهير المغربيه دابا كتسنى تشوف شنو غادي يقدم هذا الجيل الجديد وشنو هي الاختيارات اللي غادي يعتمد عليها محمد وهبي خلال المباريات القادمه، خاصه وان بعض المراكز مازال فيها تنافس قوي بين مجموعه من اللاعبين. ويبقى الاكيد ان المنتخب المغربي داخل مرحله مهمه بزاف، عنوان والاساسي هو البحث عن التوازن بين الخبره والشباب وبين الحفاظ على الركائز الاساسيه ومنح الفرصه لمواهب جديده قادره تعطي الاضافه للمستقبل. وهذا المعسكر الاعدادي الحالي غادي يكون فرصه حقيقيه باش يتوضح بزاف ديال الامور سواء بالنسبه للاعبين اللي غادي يفرضون راسهم او بالنسبه للتصور النهائي اللي باغي المدرب يبني عليه المنتخب المغربي في الفتره المقبله. أجدد الدولي المغربي سفيان بوفال السيطرة على تجربته القصيرة مع نادي الوهاب الفرنسي بعدما أعلن بشكل رسمي رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، موجها رسالة مؤثرة لجماهير النادي وكل مكونات الفريق في خطوة خلت بزاف ديال المتابعين يتفاعلوا مع نهاية هذه المرحلة الجديدة من المسار الكروي ديالو. بوفال اللي انضم لنادي الوهاب خلال الموسم الحالي بعقد قصير المدة قضى حوالي 6 أشهر فقط داخل الفريق، لكن رغم قصر الفترة قدر يترك انطباع إيجابي سواء عند الجماهير أو داخل النادي، خصوصا بالدور اللي لعبوا في مساعدة الفريق على تحقيق هدف البقاء في الدوري الفرنسي الممتاز. النجم المغربي اختار يعلن خبر رحيل
بطريقه مؤثره عبر حسابه الرسمي على الانستغرام من خلال رساله مليئه بكلمات الشكر والامتنان عبر فيها على الفخر ديالو بحمل قميص نادي الوافر والدفاع عن الالوان الفريق خلال هذه الفتره. وقال بوفال بانه استمتع بزاف بالاجواء داخل ملعب اوسيان سواء في المباريات اللي تلعبات وسط جماهير الفريق او حتى في اللقاءات الخارجيه اللي كانوا فيها الانصار كيتنقلوا لمسانده اللاعبين، وهو الشيء اللي خلاه يحس بقيمه الدعم الجماهيري والحب الكبير اللي كيعطيه الجمهور لفريقه. الرساله ديال اللاعب المغربي حملت كذلك كلمات تقديريه كبيره لجميع مكونات النادي، حيث وجه الشكر للزملاء واللاعبين والطاقم التقني والطبي وحتى الاداره الرياضيه، معبرا عن الامتنان ديالو للثقه اللي منحوها ليه منذ وصوله للفريق. بوفال اكد كذلك بان المهمه اللي جاء من اجلها تحققت بنجاح، وهي ضمان بقاء الوافر ضمن انديه الدرجه الاولى الفرنسيه، وهو الهدف اللي كان مهم بزاف بالنسبه للنادي والجماهير، خاصه في موسم عرف منافسه قويه وصعوبات كبيره. اللاعب المغربي كان واعي من البدايه بان التجربه مع الوافر عندها هدف واضح، وهو تقديم الاضافه بخبرته الكبيره داخل الفريق كان محتاج لاعبين عندهم تجربه دوليه وقدره على التعامل مع ضغط المباريات الحاسمه. ورغم ان الفتره اللي قضاها ما كانتش طويله بزاف، الا ان سفيان بوفال قدر يقدم لمحات من الامكانيات التقنيه الكبيره اللي عرف بها طوال المسار ديالو سواء مع الانديه الاوروبيه اللي لعب ليها او مع المنتخب المغربي. الجماهير المغربيه بدورها تابعت تجربه بوفال باهتمام كبير، خصوصا ان اللاعب عنده مكانه خاصه عند المغاربه بعد السنوات اللي تالق فيها بقميص اسود الاطلس، وخاصه خلال كاس العالم قطر 2022. بوفال كان واحد من العناصر اللي ساهمت في مسار التاريخي للمنتخب المغربي، والمهارات ديالو وطريقه اللعب المختلفه ديالو خلات دائما لاعب محبوب عند الجماهير. لكن الاصابات وبعض الظروف اللي عاشها اللاعب خلال السنوات الاخيره اثرت شويه على الاستمراريه ديالو سواء مع الانديه او المنتخب، ومع ذلك بقى دائما كيبان عنده المستوى والخبره اللي يقدروا يقدموا الاضافه في المواعيد المهمه. تجربه الوافر اعتبرها كثير من المتابعين فرصه مهمه لبوفال باش يرجع يكتسب التنافسيه ويسترجع الايقاع ديالو داخل الدوري الفرنسي، خاصه وان اللاعب سبق ليه يلعب في انديه معروفه بحال انجي وساوثهامبتون وليل. والاكيد ان وجود لاعب بخبره سفيان بوفال داخل فريق بحال الوافر ساعد بزاف اللاعبين شباب سواء من ناحيه الخبره او طريقه التعامل مع الضغط والمباريات الصعبه. الجماهير ديال الوافر بدورها تفاعلت مع رساله الوداع ديال اللاعب المغربي، وعدد كبير منهم شكر بوفال على الاحترافيه ديالو والمجهود اللي قدمه خلال الفتره القصيره اللي لعب فيها مع الفريق. كاين حتى اللي اعتبر بان بوفال كان عنده دور مهم في بقاء الفريق في القسم الاول، خصوصا في بعض المباريات اللي كان فيها حاضر بخبرته وتحركاته فوق ارضيه الميدان. ودابا مع اعلان الرحيل الرسمي بدا الحديث كيتزاد حول الوجهه المقبله ديال اللاعب المغربي، خصوصا ان بوفال مازال قادر يعطي الاضافه لاي فريق بفضل التجربه الكبيره اللي ركمها في الكره الاوروبيه والدوليه. عدد من التقارير بدات تربط اسم اللاعب ببعض الانديه الخليجيه وانديه فرنسيه اخرى، بينما كاين حتى حديث على امكانيه خوض تجربه جديده في دوري مختلف خلال الفتره القادمه. الجمهور المغربي كيبقى مهتم بزاف بمستقبل بوفال لان اللاعب عنده قيمه تقنيه كبيره، وكثير من الانصار كيتمنوا يشوفوه يرجع لافضل مستوياته من جديد سواء مع النادي الجديد اللي غادي يختاروا او حتى مع المنتخب المغربي. وفي الوقت اللي كتسالي فيه تجربه الوافر كيبقى اسم سفيان بوفال حاضر بقوه في ذاكره الجماهير المغربيه كلاعب عنده موهبه خاصه واسلوب لعب ممتع وقدر يمثل الكره المغربيه في مستويات عاليه لسنوات. ويبقى السؤال المطروح حاليا هو شنو غادي تكون المحطه القادمه في مسيره بوفال، وهل غادي يختار الاستمرار في اوروبا والتوجه نحو تجربه جديده في بطوله اخرى. الاكيد ان اللاعب المغربي مازال عنده القدره باش يقدم الاضافه، وان المرحله المقبله غادي تكون مهمه بزاف في المسار ديالو، خاص مع الرغبه ديالو في العوده بشكل اقوى والحفاظ على الحضور ديالو في المنافسات العالميه. اهلا بكم مره اخرى. تلقى فريق ماميلودي ساندونز الجنوب افريقي ضربه قويه قبل المواجهه الحاسمه امام الجيش الملكي المغربي ضمن اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدما تحوم الشكوك حول مشاركه واحد من ابرز لاعبيه بسبب الاصابه، وهو الخبر اللي زاد من حماس الجماهير المغربيه قبل القمه المنتظره يوم الاحد المقبل بالعاصمه الرباط. فريق الجيش الملكي غادي يستقبل ساندونز يوم الاحد على الساعه 8 ليلا بمركب الامير مولاي عبد الله، واحد من اهم المباريات اللي كيتسناها الجمهور المغربي والافريقي كامل، لان الامر متعلق بنهائي دوري ابطال افريقيا، البطوله الاغلى والاقوى على مستوى الانديه في القاره السمراء. وقبل هذه المواجهه المرتقبه خرج مدرب ساندونز ميغيل كاردوزو بتصريحات اكد فيها ان اللاعب اوبريمو ديبا مهدد بالغياب عن مباراه الاياب بسبب الاصابه اللي تعرض لها خلال لقاء الذهاب في جنوب افريقيا. كاردوزو قال في تصريح صحفي بان الطاقم الطبي مازال كيتابع الحاله ديال اللاعب، لكن بنسبه كبيره الفريق الجنوب افريقي غادي يفتقد خدماته في مباراه الرباط، وهو الشيء اللي يعتبره كثير من المتابعين ضربه موجعه لساندونز قبل النهائي. اوبريمو ديبا كيتعتبر من العناصر المهمه بزاف داخل تشكيله الفريق الجنوب افريقي سواء من الناحيه الدفاعيه او الهجوميه، حيث اللاعب معروف بالسرعه ديالو والتحركات القويه في الجهه اليسرى، بالاضافه للخبره اللي ركمها في المسابقات القاريه خلال السنوات الاخيره. الاصابه ديالو جات خلال مباراه الذهاب اللي جمعت الجيش الملكي بساندونز في جنوب افريقيا، وهي المباراه اللي عرفت تنافس قوي جدا بين الفريقين وسط اجواء حماسيه وضغط كبير من الجانبين. ودابا مع اقتراب مباراه الحسم في الرباط غياب لاعب بحجم موديبا يقدر ياثر بزاف على التوازن ديال الفريق الجنوب افريقي، خصوصا ان المدرب كاردوزو كيتعتمد عليه بزاف في الرسم التكتيكي ديالو. في
مقابل الجيش الملكي داخل هذه المباراه بمعنويات مرتفعه، خاصه بعد الاداء القوي اللي قدموه في الذهاب والنتيجه اللي خلت الحظوظ مفتوحه بين الفريقين قبل لقاء العوده. الجماهير العسكريه كتعيش حماس كبير جدا قبل النهائي، خصوصا ان الفريق قريب يكتب صفحه جديده في تاريخه الافريقي ورجع لمنصه التتويج بعد سنوات طويله من الغياب عن الالقاب القاريه الكبرى. ومنذ الاعلان الرسمي على موعد المباراه الاجواء في الرباط بدات تسخن بشكل كبير، والتذاكر عرفت اقبال ضخم من طرف الجماهير اللي باغيه تكون حاضره في هذه الليله التاريخيه. الجيش الملكي عنده تجربه كبيره في المنافسات الافريقيه، والجميع عرف القيمه التاريخيه ديال النادي قاريا، حيت سبق ليه حقق دوري ابطال افريقيا ورفع اسم الكره المغربيه عاليا في القاره. لكن المهمه ما غاديش تكون سهله ابدا، لان ساندونز بدوره كيتعتبر واحد من اقوى الانديه الافريقيه حاليا، وعنده لاعبين مميزين وتجربه كبيره في هذا النوع ديال المباريات. الفريق الجنوب افريقي معروف بطريقه اللعب السريعه والاستحواذ الكبير على الكره، بالاضافه للتنظيم التكتيكي اللي كيخلي اي خصم يعاني قدامه، وهذا الشيء بان حتى في المواسم الاخيره سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري الجنوب افريقي. ومع ذلك الجيش الملكي يبين خلال هذه النسخه من البطوله بانه قادر ينافس كبار القاره بعدما قدم مباريات قويه واقصى انديه كبيره في طريقه نحو النهائي. عدد كبير من المحللين كيشوفوا بان نقطه قوه الجيش الملكي حاليا هي الروح الجماعيه والانضباط التكتيكي، بالاضافه لدعم الجماهيري المنتظر في مركب الامير مولي عبد الله بالرباط، واللي ممكن يكون سلاح مهم في هذه المواجهه. الجمهور المغربي معروف بانه كيخلق اجواء استثنائيه في المباريات القاريه، وخاصه ملي كيكون فريق مغربي قريب من لقب قاري او افريقي، وهذا الدعم يقدر يعطي دفعه معنويه كبيره للاعبين داخل ارضيه الميدان. من جهه اخرى غياب محتمل لاعب مهم بحال موديبا يقدر يفرض على المدرب كاردوزو يدير تغييرات اضطراريه في الخطه ديالو، وهو الشيء اللي ممكن يستغلوا الجيش الملكي لصالحه خصوصا على المستوى الاطراف. لكن رغم هذه المعطيات الطاقم التقني ديال الجيش الملكي كيعرف مزيان بان ساندونز فريق قوي وعنده حلول كثيره، وبالتالي التركيز غادي يكون ضروري طيله دقائق المباراه. المواجهه كذلك غادي تكون تكتيكيا بامتياز بين جوج مدارس كرويه مختلفه، مدرسه الكره المغربيه اللي كتعتمد على التنظيم والقتاليه، والمدرسه الجنوب افريقيه المعروفه بالسرعه والاستحواذ. اللاعبين ديال الجيش الملكي عارفين بانهم امام فرصه تاريخيه لاسعاد الجماهير المغربيه وتحقيق لقب قاري مهم، خصوصا وان النهائي كيلعب فوق اراضي مغربيه او امام الاف المناصرين. وهذا العامل بالضبط يقدر يكون نقطه قويه اضافيه للفريق العسكري، لان اللاعب وسط الجمهور المغربي كيعطي دائما طاقه كبيره للانديه الوطنيه في المواعيد الافريقيه الكبرى. الجماهير دابا كترقب صافره البدايه بفارغ الصبر، وكل الانظار متجهه نحو الرباط في انتظار معرفه هويه البطل الجديد لافريقيا، وهل الجيش الملكي يقدر يستغل هذه الظروف ويرفع الكاس، وان ساندونز غادي ينجح في تجاوز الغيابات والخروج باللقب من المغرب. ويبقى الاكيد ان النهائي غادي يكون قوي ومثير حتى لاخر دقيقه، لان الفريقين عندهم الجوده والطموح والتجربه اللي تخليهم ينافسوا على اغلى لقب افريقي للانديه. ننتقل بكم لمستجدات المونديال، حيث ان اندريك الموهبه الصاعده البرازيليه ونجم ريال مدريد خرج بتصريحات قويه قبل المواجهه المنتظره بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي في كاس العالم 2026، واعتبر بان المباراه ضد اسود الاطلس يمكن تكون بحال نصف نهائي كاس العالم بسبب القوه الكبيره اللي ولا كيمثلها المنتخب المغربي عالميا. اللاعب البرازيلي الشاب اللي عنده غير 19 عام كيستعد لاول مشاركه له في نهائيات كاس العالم رفقه منتخب البرازيل، وهذه المشاركه كتعتبر حلم كبير بالنسبه ليه، خاصه بعدما بدا كيثبت راسه بشكل تدريجي سواء مع ريال مدريد او خلال التجربه الاخيره ديالو مع اولمبيك ليون الفرنسي. اندريك لعب نصف موسم مع ليون الفرنسي على سبيل الاعاره باش ياخذ دقائق لعب اكثر ويطور المستوى ديالو، وفعلا قدر يقدم مستويات قويه خلات بزاف ديال المتابعين يشيدوا بالامكانيات الكبيره اللي كيتوفر عليها. وفي خلال 19 مباراه فقط سجل 7 اهداف وقدم 8 ديال التمريرات حاسمه سواء في الدوري الفرنسي او كاس فرنسا، وهو رقم مميز بالنسبه للاعب مازال صغير في السن وكيعيش اولى التجارب الحقيقيه ديالو في الكره الاوروبيه. وفي حوار خاص تكلم اندريك على هذه المرحله المهمه في المسار ديالو، وقال بان اي لاعب محترف خاصو يلعب باستمرار باش يطور المستوى ديالو، وان الانتقال المؤقت لاولمبيك ليون عطاه فرصه كبيره باش يكتسب الخبره ويخوض المباريات القويه. واكد اللاعب البرازيلي بانه تعلم بزاف داخل النادي الفرنسي سواء من التدريب او من خلال مواجهات انديه قويه في فرنسا، واضاف بان اهم حاجه بالنسبه ليه كانت هي اللعب بشكل منتظم واكتساب الثقه. لكن اكثر نقطه شددت الانتباه في هذا الحوار هي الكلام اللي قالوا على المنتخب المغربي، حيث وصف اسود اطلس بانه منتخب قوي جدا، واكد بان المغرب اثبت في مونديال قطر بانه ما كانش حاضر فقط للمشاركه بل كان منافس حقيقي على اللقب. اندريك قال بالحرف بان العديد من اللاعبين المغاربه كيلعبوا في اكبر البطولات العالميه وكثير منهم حاضر في اقوى الانديه الاوروبيه، وهذا الشيء كيخلي المنتخب المغربي واحد من اصعب المنتخبات اللي ممكن تواجهها البرازيل. والمثير اكثر هو ان اللاعب اعتبر ان المواجهه بين المغرب والبرازيل من اقوى مباريات دور المجموعات كامله، وقال بان هذه المباراه تقدر تكون بحال نصف نهائي كاس العالم بسبب قيمه المنتخبين والطموحات الكبيره ديالهم. هذه التصريحات فرحت بزاف الجماهير المغربيه، لان اللاعب شاب بحجم اندريك واللي كيلعب لريال مدريد ومنتخب البرازيل كيحترم المنتخب المغربي بهذه الطريقه، فهذا دليل واضح على المكانه اللي وصل لها المغرب عالميا. المنتخب المغربي بالفعل فرض الاحترام ديالو خلال السنوات الاخيره، خصوصا بعد الانجاز التاريخي في كاس العالم قطر في 22 ملي وصل لنصف نهائي وكسب التاريخ كاول منتخب افريقي وعربي يوصل لهذه المرحله. ومن بعد هذا الانجاز ولات جميع المنتخبات
الكبرى كتحسب 1000 حساب للمغرب، سواء البرازيل او فرنسا او الارجنتين او غيرهم، لان اسود الاطلس بينوا بانهم قادرين ينافسوا اكبر المنتخبات العالميه. يندرك كذلك تكلم مع زميله السابق في ريال مدريد ابراهيم دياز واللي ولا من ابرز نجوم المنتخب المغربي، وقال بان مجرد لاعب لريال مدريد كيعني انك واحد من افضل اللاعبين في العالم في المركز ديالك. وهذا الكلام كيأكد القيمه الكبيره اللي ولا عندها اللاعب المغربي داخل الانديه الاوروبيه الكبرى، حيث اليوم المنتخب المغربي كيتوفر على لاعبين يلعبوا مع انديه عالميه بحال ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ وغيرها. اما فيما يخص المدرب كارلو انشيلوتي اللي غادي يقود المنتخب البرازيلي في المونديال، فقد اكد ان اندريك بان المدرب الايطالي ما غاديش يضيف غير الجانب التكتيكي، ولكن حتى الخبره الكبيره ديالو في التعامل مع المباريات الكبرى والضغط. وقال كذلك بان النجاح ديال انشيلوتي ماشي لانه مدرب اوروبي فقط، ولكن لانه من اكثر المدربين تتويجا في العالم، واشتغل مع لاعبين مع منتخبات وجنسيات مختلفه ونجح في كل مكان مشى ليه. في نفس الوقت وجه اندريك رساله مهمه من اللي قال بان المدربين الكبار كاينين في كل انحاء العالم، حتى المغرب واليابان والولايات المتحده الامريكيه، وماشي غير في اوروبا، وهي اشاره لاحترامه الكبير لكره القدم العالميه بشكل عام. المواجهه بين المغرب والبرازيل غادي تلعب يوم 13 يونيو على ارضيه ملعب ميت لايف بمدينه نيويورك، وغادي تكون افتتاح مباراه المجموعه الثالثه في كاس العالم 2026، وهي مباراه منتظره بزاف من طرف الجماهير العالميه. من بعد المنتخب البرازيلي غادي يواجه منتخب هايتي يوم 19 يونيو بمدينه فيلادلفيا، قبل ما يختتم دور المجموعه ضد اسكتلندا يوم 24 يونيو بمدينه ميامي. وقبل انطلاق كاس العالم منتخب سامبا غادي يخوض جوج مباريات وديتين، الاولى ضد بنما يوم 31 ماي في ريو دي جانيرو، والثانيه ضد المنتخب المصري يوم 6 يونيو بمدينه كليفلاند الامريكيه. اما المنتخب المغربي فالجماهير ديالو كتحلم بمواصله الانجازات التاريخيه، خاصه وان الجيل الحالي عنده امكانيات كبيره بزاف، سواء من ناحيه الخبره او الجوده التقنيه او الشخصيه القويه داخل الملعب. عدد كبير من المحللين العالميين بداو كيشوفوا بان المغرب ما بقاش منتخب مفاجاه فقط، بل ولا حتى منتخب مرشح للمنافسه على الالقاب، وهذا الشيء بان حتى من خلال احترام النجوم العالميين ليه. وتبقى مباراه المغرب والبرازيل واحده من اكثر المواجهات المنتظره في دور المجموعات، لان الجميع باغي يشوف واش اسود الاطلس يقدروا يوقفوا القوه البرازيليه مره اخرى وياكدوا بان الانجاز اللي تحقق قطر ما كان صدفه. الجماهير المغربيه من جهتها كتعيش حماس كبير قبل هذه المواجهه، خصوصا مع وجود مجموعه من النجوم اللي كيلعبوا على اعلى مستوى بحال اشرف حكيمي، ابراهيم دياز، ياسين بونو، سفيان امرابط وغيرهم من الاسماء اللي ولات معروفه عالميا. ويبقى الاكيد ان الاحترام اللي بدا كيتلقى المنتخب المغربي من طرف كبار نجوم العالم كيأكد بان الكره المغربيه وصلت لمكانه كبيره جدا، وان اسود الاطلس ولا اسم ثقيل في اكبر المحافل الدوليه. معكم في جديد كاس افريقيا، هذا الجدل من جديد حول كاس افريقيا الاخيره، ولكن هذه المره بسبب تصريح مدير خارجه من السعوديه وخلى بزاف ديال المتابعين يتفاعلوا مع الموضوع بقوه بعدما وصف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم منتخب السنغال بانه بطل افريقيا، رغم ان القرار الرسمي الصادر من الاتحاد الافريقي لكره القدم يؤكد بان المنتخب المغربي هو البطل الرسمي للبطوله. القصه بدات بعدما كان رئيس الاتحاد السعودي كيهضر على البرنامج التحضيري ديال المنتخب السعودي استعدادا لكاس العالم 2026، وقال بان المنتخب السعودي غادي يواجه الاكوادور يوم 30 ماي في نيويورك، ومن بعد غادي يلعب ضد منتخب السنغال بطل افريقيا يوم 9 يونيو في مدينه هيوستن الامريكيه. هذه العباره بالضبط هي اللي فجرت النقاش من جديد، لان عدد كبير من الجماهير المغربيه والمتابعين اعتبروا بان التصريح كيتجاهل القرار الرسمي ديال الكاف واللي سبق ليه اعلن بشكل واضح تتويج المنتخب المغربي بلقب كاس افريقيا الاخيره. وكما معروف الاتحاد الافريقي لكره القدم كان قد اصدر قرار رسمي في شهر مارس الماضي اعتبر فيه المنتخب السنغالي منهزم في المباراه النهائيه بنتيجه 3-0 بسبب الانسحاب، وبالتالي تم منح اللقب بشكل رسمي للمنتخب المغربي. ورغم ان الاتحاد السنغالي لكره القدم قرر لجأ للمحكمه الرياضيه الدوليه الطاس من اجل الطعن في القرار، الا ان الوضع الحالي من الناحيه القانونيه واضح، حيث المنتخب المغربي هو البطل الرسمي الى حدود اللحظه، وما كاين حتى قرار جديد بيغير هذه المعطيات. تصريحات ياسر المسحل خلات بزاف ديال الناس يتساءلوا واش الامر مجرد خطا في التعبير، او ان رئيس الاتحاد السعودي ما خداش بعين الاعتبار القرار الرسمي ديال الكاف، خصوصا انه مسؤول كروي كبير ومن المفروض يكون مطلع على هذه الملفات. الجماهير المغربيه تفاعلت بقوه مع هذا التصريح غير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين اللي اعتبر بان الامر فيه تقليل من قيمه القرار الرسمي للكاف، بينما اخرون شافوا ان القضيه ممكن تكون فقط زله لسان بدون اي نيه لاثاره الجدل. لكن في المقابل عدد من المتابعين اكدوا بان القوانين واضحه، وان اي قرار صادر عن الاتحاد الافريقي لكره القدم خاص يتم احترامه الى غايه صدور قرار جديد من المحكمه الرياضيه. وهذا الملف رجع يفتح نقاش مره اخرى حول الازمه اللي رافقت نهائي كاس افريقيا والجدل الكبير اللي كان دار بين الجماهير المغربيه والسنغاليه، خاصه بعد الاحداث اللي سبقت للقرار الرسمي للكاف. وفي نفس الوقت كيبين هذا الجدل بان كره القدم الافريقيه ولات محط اهتمام كبير، وان اي تصريح من مسؤول كروي كبير يقدر يشعل النقاش بسرعه، خصوصا ملي كيكون الموضوع مرتبط بالالقاب والمنتخبات الكبرى. ويبقى الاكيد حاليا هو ان المنتخب المغربي كيبقى البطل الرسمي لكاس افريقيا حسب قرار الكاف الى حين صدور اي حكم جديد من المحكمه الرياضيه الدوليه بخصوص الطعن اللي تقدم به الاتحاد السنغالي. اما تصريحات رئيس الاتحاد السعودي فقد نجحت بالفعل في اعاده الملف للواجهه، وخلت النقاش يرجع بقوه بين الجماهير والمتابعين في الشارع الرياضي الافريقي والعربي.